عبارة أنا يعني أريد أن أسأل عنها. إحنا مصر، هذه عبارة إحنا مصر ألا تجلب لكم المشاكل؟ صحيح أنتم مصر، ولكن في خصوم، في فرق كرة القدم لا تعتبر احنا مصر أو احنا المغرب. ألا ترى معي كوتش أن كل شيء تبدل؟ آخر سؤال، ماذا قلت لصلاح؟ أنت تحدثت في حديث جانبي. ده صحفي مغربي مش لاقي حاجه يعملها. ده صحفي مغربي مش لاقي حاجه يعملها. يعني احنا اخترنا المغاربه على راسنا من فوق، واقفين وقفه رجاله مع منتخب مصر هناك في المغرب. ولكن بيقول له حسام حسن، زي ما انت سمعت كده، بيقول له حسام حسن يعني كلمه احنا مصر دي بتعمل مشاكل للفرق المنافسه. انت مالك يا عم؟ ايوه احنا مصر وانتم المغرب. كل واحد بيفتخر ببلده، كل واحد يقول لك احنا مصر، احنا المغرب، احنا تونس، احنا البرازيل، احنا العراق، احنا السعوديه، احنا كل واحد بيفتخر ببلده. ولكن ككوره بقى في القاره الافريقيه كله عارف مين مصر في القاره الافريقيه. يعني المشاكل، انت ما انت عندك عقده ممكن من مصر مثلا، دي حاجه بتاعتك مثلا يعني. لو انت في دماغك كده، ايه المشكله في كده؟ احنا مصر. احنا مثلا لو لعبنا مثلا كوت ديفوار الاسبوع الجاي ان شاء الله، احنا عارفين كوت ديفوار في الكوره، احنا يقول لك احنا كوت ديفوار حقه كل واحد يفتخر ببلده. انت ايه اللي مزعلك؟ انت ايه اللي مزعلك؟ كل واحد بيفتخر ببلده يا حبيبي. سؤال غريب في وقت صراحه بعد الماتش ملوش اي عازه.